طبعا لما جهازك يعلق او تظهر لك رسالة غريبة، اول حاجة بتيجي في بالك ده فيروس، صح؟ بس ايه رايك لو قلت لك ان الفيروسات دي مجرد جزء صغير جدا من كابوس اكبر بكتير احنا عايشين وسطه، وان في حاجات اخطر ممكن تدمر جهازك وحياتك من غير ما تحس. السر يا صديقي ان كلمة فيروس دي هي كلمة عامة بنستخدمها لوصف أي حاجة بتضر أجهزتنا، لكن في عالم السايبر سيكيورتي في مصطلح أعم وأشمل بكتير جدا اسمه المالوير أو البرامج الضارة. الفيروسات دي بقى بالنسبة لها بتكون نوع واحد فقط من انواع البرامج الضارة، لكن في انواع تانية كتير جدا وكل نوع بيكون اخطر من النوع اللي قبله. متخيل ان في برامج ممكن تتجسس عليك وتصورك من كاميرا جهازك من غير ما تعرف، او برامج تانية ممكن تشفر كل ملفاتك وتطلب منك فدية عشان ترجعها لك من تاني، او برامج تالتة خالص ممكن تفتح باب خلفي باك دور في جهازك للهاكرز عشان يتحكموا فيه عن بعد. كل دي انواع من انواع البرامج الضارة، وهي دي بجد الكابوس الحقيقي اللي لازم تخاف منه. الهاكرز مش بيستخدموا الفيروسات بس، لا دول بيستخدموا ترسانة كاملة من البرامج الضارة عشان يوصلوا لأهدافهم. عشان كده لازم تكون فاهم الفرق وكمان تكون مستعد لأي هجوم. مش مجرد فيروس والسلام، ده ممكن يكون برنامج تجسس بيسرق أسرارك أو برنامج فدية بيخطف ملفاتك. الإنترنت ده مليان مفاجآت بس للأسف مش كلها حلوة. خليك دايما مستعد ومحمي. في الفيديو الجاي هكشف لك سر حارس بيتك الرقمي وهل هو شغال ولا نايم. استعد للصدمة. بس ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تعرف كل أسرار الأمن السيبراني اللي ممكن تصدمك. سلام.